السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زي ما عودتكم دايما رشا الغفير من قناتي وصفحتي جرباه مع بنت الغفير. الفيديو بتاعنا النهارده بسيط جدا، حبيت ألقي الضوء فيه على انواع المناخل اللي لازم تكون موجودة عندنا في كل بيت، سواء بقى بنات بتجهز او سواء سيدات زي حالاتي كده عندهم اصلا حاجتهم في البيت. يستحسن يكون عندنا 3 انواع دول يا جماعة لانهم مهمين جدا، ونجاح الوصفة يعتمد على نوع الدقيق. ولازم في وصفات كده لازم الدقيق بتاعها يكون نقي 100%، زي مثلا الدقيق بتاع الفطير. دقيق الفطير يا جماعه لازم يكون زيرو رده، يعني ما فيهوش نسبه رده خالص علشان ما يتقطعش مننا، ولا لما نيجي نشده يبقى الجلوتين فيه حلو وما يتقطعش مننا. طبعا الدقيق لازم يتخدم واحنا بنعجنه، سواء نعمل فطير لازم يتخدم كويس قوي علشان الجلوتين فيه يشتغل ويشد ويساعدنا. بس لو الدقيق في رده هيقطع معانا واحنا بنعمله. ف نوع المنخل المناسب هيخلينا نخلي الدقيق نقي على قد ما نقدر. ده غير كمان ان احيانا بيكون في شوائب مش باينه في الدقيق، لو نخلناها بالمنخل العادي اللي هو بيتباع، اللي هو عباره عن كوبايه ستانلس، ده مش عارفه انتوا فاكرينه ولا لا، اللي هو بمقبض كده، ده فاشل بكل المقاييس. كل ما هنالك بيحرك الدقيق ويدخل فيه هواء، اكتر من كده ما بيقدمش اي جديد. لكن المنخل المناسب بيبقى بينضف لنا الدقيق. ولازم تدخلوا يا جماعه، عودوا نفسكم لما تجيبوا الدقيق من عند الراجل اللي بتجيبوا منه دقيق لازم تدخلوا، لان احيانا بيبقى فيه شوايب، في حاجات واقعه فيه. ممكن وانا بدخل الاقي شويه عدس ظهروا، حبيتين رز، حاجات كده بتبقى مش باينه واحنا بنستخدم الدقيق، بيبقى بالداري. فلما ندخله بنتاكد ان الدقيق نضيف، ولو في حاجه بتتشال. اقول لكم بقى سريعا كده ال3 انواع اللي عندي واللي لازم فعلا يكونوا موجودين عند كل حد فينا. اول نوع يا جماعه النوع اللي على اليمين ده، اللي هو ده اسمه المانع حرير، منخل حرير مانع. المنخل ده انا كنت جايباه ب5 جنيه من حوالي 7 أو 8 سنين. كنت جايباه من البلد اهو يا جماعه، اهو زي ما انتم شايفين. ده مانع، ده بيمنع اي حاجه تعدي غير الدقيق بس اللي بيعدي. ده معمول للدقيق الزيرو، ما ينفعش انخل فيه دقيق بلدي، الدقيق الاسمر اللي هو الحبه الكامله ما ينفعش يتنخل في المنخل ده يا جماعه. تمام. الدقيق ده المنخل ده اهو اسمه حرير مانع زي ما قلت لكم، لانه بيمنع اي حاجه تعدي. ده بقى بنستخدمه لو هنعمل فطير، لو هنعمل سينابون، لو هنعمل اللي هي المخبوزات، الحاجات اللي هي فيها عجن كتير. ده حلو قوي ليها. تمام. النوع التاني ومحدش يضحك على اسمه يا جماعه، هو اسمه كده، اسمه هرار. تمام. هو اسمه كده هرار لانه هو بيعدي الدقيق بسهوله جدا. اهو فتحاته واسعه شويه عن التاني، مش عارفه هقدر اجيبها لكم واعمل فوكس كده بالكاميرا. اهو يا جماعه شايفين فتحاته واسعه شويه عن التاني. تمام. ده بيعدي الدقيق البلدي الناعم، مش الدقيق اللي بيتباع في باكيتات في السوبر ماركت. الدقيق اللي بيتباع في الباكيتات بتاعه السوبر ماركت يا جماعه بيبقى حجم الرده فيه كبيره قوي، فاما نيجي ندخلها هنا الدقيق نفسه مش هيعدي. فده معمول الدقيق البلدي بتاعنا اللي بيجي من البلد، الدقيق اللي هو بتاع القمح، دقيق الغله اللي بنقول عليه عندنا في البلد دقيق غله. ده مناسب للدقيق الغله، بيطلع الرده منه لو انتم مش عايزينه برده. لو عايزينه برده سيبوه، لو عايزين تنخلوه يبقى المنخل ده مناسب جدا لعمليه النخل. وكمان لما نيجي ننخل الدقيق بتاع الكيكه حلوه قوي، كمان بيدخل هواء في الدقيق، ولو في اي شوايب بتطلع في المنخل ده. تمام. اخر منخل بقى اللي هو منخل السلك، ده انا بستخدمه في نخل الرده والدقيق البلدي برضو يا جماعه، اللي بيجي من اللي هي اللي بتيجي في الباكيتات، علشان زي ما انتم شايفين فتحاته كده اهي، زي ما انتم شايفين ما بتعديش الرده التخينه. تمام. بستخدمه زي ما قلت لكم ان انا مثلا عايزه افرز عندي كميه رده حلوه، عايزه اطلع منها رده للشوي ورده للعيش السن اللي انا بعمله، فبروح نخلاه وفرزه الرده بتاعتي، جزء للشوي وجزء للعيش. اتمنى بس الفيديو يكون بسيط وتكون الفكره وصلت، ومحدش يقول لي الفكره صعبه. الفكره سهله جدا والله يا جماعه، ان 3 مناخل ما يعملوش 30 جنيه في سعر الوقت اللي احنا فيه ده. هينفع جدا وهينفعنا. في نوع رابع كمان نسيت اذكر اسمه، اللي هو غربال الكسكسي الكبير يا جماعه. للاسف هو لانه انا شايلاه تحت السرير، فاللي هي الصنداره بتاعه السرير، ملبسه جلابيه وكده وتحت المرتبه، يعني هضطر ارفع المرتبه بقى والملل وموال كده علشان اطلعه، فللاسف يعني ما جبتوش. ظهر معايا قبل كده في فيديو تجفيف التوم البودره، ده حلو برضو عملي، نقدر نستخدمه في ان احنا نعمل عليه كسكسي، او نجفف عليه الحاجات اللي هي زي النعناع، زي الروزميري، الريحان، اللي هو ايه. هوريكم بس هشرح لكم الطريقه قبل ما اقفل معاكم علشان خاطر
ابقى كده قلت كل التفاصيل. مثلا انا عندي وليكن توم مجفف، عايزه اجفف توم، هجيب فصوص التوم بتاعتي بعد ما قشرته هحطهم هنا كده، هقلب يعني الغربال مش هيبقى كده، لا هيبقى واخد اللي هو ايه كده. هحط هنا التوم، هحط النعناع، هحط اي حاجه. الطريقه دي هتخلي الهواء يتخلل من تحت الحاجه والشمس تحمص الحاجه من غير ما تتاكسد ولونها يسود. يعني النعناع لو جففناه بالطريقه دي هيفضل لونه اخضر. الكزبره، البقدونس، الشبت كمان بالمناسبه بجففهم هنا، الكرفس، اي حاجه بجففها على الغربال يا جماعه. يا رب بس الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت ما تنسونيش من دعواتكم، وما تنسوش تعملوا الفيديو لايك وشير وتفعلوا الجرس، وكمان تشتركوا في القناه وتسيبوا تعليق تقولوا لي فيه رايكم، وتقولوا لي على انواع المناخر اللي بتستخدموها في البيت ولقيتوها فعلا حلوه وما ينفعش نستغنى عنها. حبيت بس اشكركم قبل ما انهي الفيديو معاكم، وعايزه اقول لكم قبل ما امشي دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.